جارتي، تعرف إنه الكاري فيه أكتر من نوع من البهارات؟ لا والله كنت مفكرته نوع واحد. بس أسمعها سمعة كان في نوع من التوابل استخدموه بدل العملة العصور الوسطى. ما شاء الله، من أين لك هذا؟ صغيرة مثقفة. لكن إيش مفكرة؟ أنا كمان موسوعة. طلعي من هالبواب، من لك المعلومات. صراحة شفت حلقة سباق مذاق الجديدة اللي بتحكي عن التوابل. وانتو كمان شوفوا الحلقة وتثقفوا. شوفوا الفيديو كامل يا أحلى متابعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم من جديد بسباق مذاق. اليوم رح نتعرف على القليل من أسرار التوابل والبهارات، ومنبلش مع السؤال الأول: ما هو أصل الفلفل الأسود؟ الهند، المكسيك أم الصين؟ الفلفل الأسود واحد من أقدم أنواع التوابل في العالم، أما أصله فبالتأكيد من بلد البهارات والنكهات الهند. السؤال الثاني: في ذهب أبيض وذهب أسود، بس بتعرفوا ذهب المطبخ؟ أي من التوابل التالية يسمى ذهب المطبخ نظرا لقيمته العالية؟ الكركم، الهال أم الزعفران؟ ويعتبر واحد من أغلى التوابل في العالم، ويستخدم في إعداد الأطباق الفاخرة، والجواب أكيد هو الزعفران. السؤال الثالث من مطبخ بلدي حلب: ما هي التوابل الرئيسية المستخدمة في المطبخ الحلبي؟ القرفة، 7 بهارات، الفلفل الأسود. وهالنوع يعرف أيضا باسم الدقة الحلبية، وطريقة تحضيره موجودة بقناتنا. أكيد الجواب هو 7 بهارات أو البهار مثل ما مسميه بحلب. السؤال الرابع كمان من حلب وتوابل حلب: ما هي التوابل التي تعد رئيسية في الششبرك الحلبي؟ النعناع المجفف، الكزبرة المجففة أم الكمون؟ بتتقلى مع الثوم وبتنحط على وجه الصحن وقت التقديم، والجواب هو الكزبرة الناشفة مثل ما مسمية بحلب. السؤال الخامس عن واحدة من أنواع البهارات التي كانت تستخدم كعملة. ما هي التوابل التي كانت تستخدم كعملة في العصور الوسطى؟ القرفة، الفلفل الأسود أم القرنفل؟ كانوا بيستخدموها كعملة بسبب قيمته العالية، والجواب هو الفلفل الأسود. وتاني 5 أسئلة بحلقتنا عن استخدامات البهارات. أي من هذه التوابل يستخدم عادة في تحضير الكاري؟ الكركم، الفلفل الأسود أم الكمون؟ وهل مكون هو اللي بيعطي الكاري النكهة المميزة واللون الأصفر؟ والجواب هو الكركم. السؤال السابع، السؤال سهل ولازم الكل يجاوب عليه: ما هي التوابل التي تضاف على القهوة العربية عادة؟ القرفة، القرنفل أم الهال؟ المكون مشهور بالمطبخ العربي ويعتبر علامة فارقة فيه، والجواب هو الهال. السؤال الثامن، المطبخ الإيطالي من أشهر المطابخ وأغناها، وسؤالنا: أي من هذه الأعشاب يستخدم بشكل رئيسي في صلصة البيستو؟ الريحان، النعناع أم الزعتر؟ هالصلصة ظهرت لأول مرة بجنوة شمال إيطاليا، والجواب هو الريحان. السؤال التاسع، سؤالنا هالمرة من إسبانيا، وسؤالنا هو: ما هي التوابل المستخدمة بتحضير طبق البابيلا الإسباني؟ الزعفران، الكركم أم الفلفل الأحمر؟ هالطبق هو واحد من أطباق الرز، وبيعتمد بشكل أساسي على الزعفران. السؤال العاشر عن البيواز، سمعانين فيه؟ نوع من أنواع التوابل يضاف للبيواز: البهار، السماق، الكركم. البيواز سلطة بتتقدم جنب المشاوي وبتتكون من بصل وبقدونس بشكل أساسي، والجواب هو السماق. وآخر 5 أسئلة بحلقتنا عن فوائد التوابل، والسؤال الحادي عشر بقول: ما هي التوابل التي لها خصائص مضادة للالتهاب وتستخدم في الطب البديل؟ الكركم، الفلفل الأسود، القرفة. يحوي على مركب له خصائص مضادة للالتهاب واسمه الكركمين، وأكيد الجواب هو الكركم. السؤال الثاني عشر، انتقل بالغدا وبدك تهضم، جاوب على هالسؤال: أي من هذه التوابل يساعد في تحسين الهضم؟ الهال، القرفة، الزنجبيل. معروف بفوائده بتحسين الهضم وتخفيف الغثيان، والجواب هو الزنجبيل. السؤال الثالث عشر عن سكر الدم. ما هي التوابل التي تساعد على تنظيم مستوى السكر في الدم؟ القرفة، الفلفل الأسود، الكركم. تحوي على مركبات تساعد في تنظيم مستوى السكر بالدم، والجواب هو القرفة. السؤال الرابع عشر عن شيء بيحمي من التجلطات. ما هي التوابل التي تعزز الدورة الدموية وتقلل من خطر تجلط الدم؟ الفلفل الأحمر، الزنجبيل، الهال.
يحوي على مركب الكابسيسين اللي بعزز الدورة الدموية، والجواب هو الفلفل الأحمر. السؤال الخامس عشر، سؤالنا الأخير بحلقة اليوم: أي من هذه التوابل يحتوي مضادات أكسدة قوية؟ القرفة، الكركم، القرنفل. يحوي نسبة عالية من مضادات الأكسدة اللي بتحارب الجذور الحارة بالدم، والجواب هو القرنفل. وهيك بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم عن التوابل وأسرارها واستخداماتها. لا تنسوا تشاركونا إجاباتكم وآرائكم بالتعليقات، تشتركوا بالقناة لتشوفوا المزيد من الحلقات المميزة. استنونا الخميس القادم بإذن الله مع موضوع جديد وحلقة جديدة من سباق مذاق، كالعادة بالعافية.